أخبرت المعلمة هذا الطفل أنه فاشل. لن تصدق ماذا حدث بعد 15 عاماً، لكنها لم تكن تعرف حقيقته أو من سيكون في المستقبل. كان شون طفلاً صغيراً عندما تعرض لأغرب موقف في مدرسته وسط جميع زملائه. أخبرته معلمته بشيء سيتذكره للأبد. شون، بسببك تبني الحكومة السجون لتذهب إليها عندما تكبر. الغريب أنه رغم قسوة ما قالته، لكن شون لم يتفاجأ كثيراً، حيث كان طفلاً مشاغباً للغاية بشكل لا يصدق. كان يحضر معه أدوات خطيرة إلى المدرسة ويقوم بمضايقة باقي الأطفال، حتى أنه تم فصله من الدراسة أكثر من مرة. لكن السبب وراء أفعال هذا الطفل كان هو والد شون. كان شخص عنيف للغاية ويتناول المواد الممنوعة. كان شون وأخيه الأكبر يعيشان في رعب بسبب أفعال الوالد، لذلك كان يحمل معه أدوات خطيرة طوال الوقت ليحمي نفسه حتى وهو طفل صغير. الشخص الوحيد الذي كان يحترمه شون وقتها كان جده، لسبب غريب. بسبب أفعال والده كان يذهب شون إلى جده، ولكنه وقع حينها في مشكلة كبيرة. جد شون كان لديه حقد وأفكار غريبة ضد مجموعات مختلفة من البشر بشكل غريب، وبدأ يغرز داخل شون الأفكار المليئة بالكراهية لمن هم مختلفون عنه. وبسبب ذلك واجه شون موقفاً سيغير حياته للأبد. في يوم دراسي عادي قام شون بتكرار بعض أقوال جده المليئة بالكراهية في المدرسة. شاهد معلمه الأمر وقام بإبلاغ إدارة المدرسة بما فعله شون، وحينها قامت المدرسة بفصله نهائياً وطرده خارج المدرسة. لكن حينها قررت أمه أن تفعل معه أمر غريب للغاية. أخذته إلى أحد الصالات الرياضية القريبة من منزلهم وطلبت منهم طلباً غريب. طلبت منه أن يتعلم فنون القتال، الأمر الذي بدا غريباً في البداية، فطفل مشاغب ومليء بالكراهية قد يصبح خطيراً إذا ما تعلم الفنون القتالية. لكن ما حدث لشون حينها كان أغرب من الخيال. بمجرد أن تعلم شون الفنون القتالية تغيرت شخصيته تماماً. في اللحظة التي بدأت فيها الرياضة توقفت عن كره الجميع، فكثيراً ممن ساعدوني لم يكونوا من البشرة البيضاء. أدرك شون حينها أن كل هذه الكراهية التي كان يمتلكها وهو صغير ليس لها أي أساس. كان الأمر ناتج عن معاملة والده القاسية وأفكار جده الغريبة، لكن ماضي شون ظل يلاحقه بطريقة صادمة. ورغم أن السنوات مرت وأصبح شون مقاتل محترف ومشهور، إلا أن معظم الشركات كانت تتجنب وضعه في المقدمة بسبب ماضيه. لكن تغير كل شيء فجأة عندما تمت دعوته ليقاتل على لقب العالم. بدا الأمر مضحكا في البداية، فخصم شون كان أحد أعظم المقاتلين في التاريخ. لم يكن من المفترض لشون أن يقاتل في حدث ضخم مثل هذا، لكن إصابة منافس بطل العالم أعطته فرصة لن تتكرر مرة أخرى في حياته. شون تفاجئ بأن بطل العالم يريد منازلته على اللقب، والأمر الغريب أنه رفض النظر في أعين منافسه طوال اللقاءات الصحفية قبل النزال. إنه يخشى النظر في وجهي، إنه خائف بشدة من مواجهتي، وأنا متأكد أنني سأهينه في حلبة القتال. لكن ما لم يدركه بطل العالم وقتها إن سر تجنب شون النظر في أعين منافسه لم تكن ناتجة عن خوف، بل بسبب طفولة شون القاسية. كان يشعر بالغضب الشديد بسبب ما فعله معه والده في طفولته، حيث إذا نظر في أعين أي رجل يشعر بأنه يريد قتاله في الحال لأنه يرى والده فيه. بدأ القتال بالفعل، وحينها حدثت مفاجأة لم يكن يتوقعها شون. رغم أنه كان يقاتل بطل العالم، إلا أنه بدأ يسمع الجمهور يشجعه، لكن الجمهور عرف قصته الحقيقية وتعاطف معه، وسمع آلاف من الجماهير تهتف باسمه. كان من المتوقع لشون أن يخسر القتال بسهولة، وإذا فاز فغالبا سيكون بضربة حظ. لكن في اللحظات الأولى من القتال كان الأمر صادما تماما للجميع. كان شون يحكم في القتال بسهولة، بل وجعل القتال يبدو سهلا بالنسبة له. كان يبدو هادئ، وكأنه كان ينتظر هذه اللحظة طوال حياته. فاز شون بالقتال ب3 جولات. فعل شيء غير متوقع في نهاية القتال، نظر في أعين منافسه للمرة الأولى، وكان يبدو غاضبا وكأنه ينتصر على كل الغضب داخله. انتهى القتال بفوز شون، وقال: أمر غريب للغاية.
كنت أريد الفوز بالقتال لأثبت لأي طفل يشعر أنه فاشل أو أي شخص يرى نفساً بلا قيمة أنني كنت مثلكم ومنكم، واليوم أنا بطل العالم.